بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة للطلبات الكثيرة التي طلبت من أستاذ ماهر كيفية قراءة اللغة العربية القواعد والأدب، عليك عزيزي الطالب باباتي استخدام الطريقة التالية. أولا، كيفية مراجعة القواعد. القواعد يجزأ الموضوع إلى الموضوعات الموجودة في القواعد إلى 7 مواضيع. الموضوع الأول هو الاستفهام. الاستفهام تخلي له يوم واحد. هذا اليوم باباتي تقرأ به الموضوع والتمارين وأسئلة الوزاري المخصصة في السنوات السابقة. الموضوع الثاني النفي، يوم واحد كذلك تقرأ الأمثلة وتمارين الكتاب والأسئلة الوزاري. وكذلك التوكيد، يوم واحد تقرأ فيه الأمثلة وتمارين الكتاب والأسئلة الوزاري. عندنا التقديم والتأخير والاستثناء يوم واحد، وكذلك المدح والذم والتعجب يوم واحد تقرأ في هذا اليوم. يعني القواعد يحتاج لها 5 أيام. في كل يوم تقرأ الموضوع المخصص لذلك اليوم مع الأمثلة والتمارين وقراءة الأسئلة الوزاري. ومن ثم بعد ذلك تنطلق إلى مادة الأدب. مادة الأدب تقرأ أو تخصص لها 4 أيام. 4 أيام تبدأ بقراءة الأدب من نهاية الكتاب إلى البداية، لأن نهاية الكتاب باباتي من النثر وفنونه إلى نهاية الكتاب هي أكثر الدرجات التي تأتي على مادة الأدب. فالرجاء من أبناء الطلاب أن يقرؤون الأدب بالعكس من نهاية الكتاب إلى بداية الكتاب، والتركيز على القصائد المخصصة للدرس. دائما تجي بالوزاري شلون تحفظها القصائد المخصصة للدرس؟ تباوع على القافية مالتها، تعرف لمن هذه القصيدة. هنالك قصيدة واحدة توجد فيها القافية مختلفة، ألا وهي قصيدة الحبوي، عليك بحفظها. زين. ومن بعد ذلك الامتحان. كيفية الامتحان. عليك عزيزي الطالب أن تذهب إلى الامتحان قبل نصف ساعة من موعد الامتحان، وعليك أن تأخذ جميع المستلزمات الخاصة بالامتحان. كيفية الإجابة بالامتحان. عزيزي الطالب عليك أن تلتزم بالنصائح التالية. أولا، تقوم بالإجابة عن الإنشاء. أول سؤال تجاوب عليه الإنشاء، والإنشاء يجب أن لا يقل على 4 صفحات، وتلتزم بالتعليمات الخاصة لكتابة الإنشاء من حيث الخط، ومن حيث علامات التنقيط، ومن حيث الشعر، ومن حيث الآيات القرآنية المخصصة إلى الإنشاء. ومن بعد ذلك تنتقل إلى الأسئلة التي تضبطها 100%. يعني مثلا سؤال أدب رقم 6 أنت باباتي حافظه وتعرف تجاوب، فأنت لا تلتزم بإجابة الأسئلة بالسرة، يعني سؤال أول، سؤال ثاني، سؤال ثالث، سؤال رابع، وإنما تبدأ بالأسئلة التي أنت مسيطر عليها عند الإجابة. يعني سؤال خامس تبدأ بالسؤال الخامس، سؤال الثالث تبدأ بالسؤال الثالث. عليك الاهتمام بالخط، لا تترك سؤال، لا تتركه نهائيا. اكتب في السؤال أو عند الإجابة أي شيء، لا تترك الإجابة بدون كتابة، لأن عند مساعدة الطالب نبحث عن كتابة في الدفتر. والإنشاء أرجو من أبناء الطلبة باباتي أول ما تبدأ عند الإجابة بالامتحان الوزاري تبدأ بالإنشاء. الإنشاء عليه 20 درجة، ولا تلتزم بقراءة الأسئلة سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 قصدي عند الإجابة، وإنما
تبدأ بالسؤال التي تعرفه 100%. متمنيا لكم أبناء الطلبة النجاح والموفقية وأعلى الدرجات، مع تحيات الأستاذ ماهر الخزرجي.